كيف توصل على حديقة إميرجن بتكلفة $1 فقط للشخص برحلة بحرية من وسط أمينونو؟ من منطقة أمينونو مقابل محطة الترامفاي على الطرف الثاني يوجد مكان للعبارات البحرية. هاي العبارات تابعة لبلدية اسطنبول. رح تشوفوا الرحلة المكتوب عليها إميرجن وتشوفوا بجانبها التوقيت وتركبوا في العبارة اللي رايحة على إميرجن. الركوب في هاي العبارات بيتم عن طريق استخدام كرت مترو اسطنبول، نفس الكرت اللي بتركبوا فيه بالمترو. وتكلفة الركوب للشخص الواحد 29 ليرة تركية. وهي العبارة بتتوقف في 5 محطات. انتبهوا كتير منيح انكم تنزلوا في محطة إمرجان. بكل محطة بيكون في مجيب آلي بيقول أسماء المحطات. مدة الرحلة حوالي ساعة كاملة، ولكن انتوا طالعين بباخرة وعم تمشوا وسط مضيق البوسفور، فعندكم فرصة انكم تشوفوا معالم مدينة اسطنبول الجميلة من الطرف الآسيوي والطرف الأوروبي. لما نوصل لمحطة إمرجل رح ننزل في هاي المنطقة. رح نمشي باتجاه اليمين لحتى نشوف هاي اللوحة المكتوب عليها إمرجان كورسو، وهذا هو مدخل الحديقة الرئيسي. ولكن قبل بداية الفيديو حاب أوجه لكم نصيحة جدا مهمة. الحديقة موجودة على هضبة وكلها طلعات ونزلات. إذا كان معاكم ناس كبار في السن رح يتعذبوا كتير داخل الحديقة. فنصيحة، إذا معاكم ناس كبار في السن لازم يكون معاكم سيارة مسموح دخول السيارات إلى داخل الحديقة. حديقة إمرجن هي أجمل حديقة ممكن تشوفوا منها مهرجان توليب. بيزرعوا فيها مليون زهرة توليب في شهر الربيع، ولذلك تم تسمية اسطنبول بعاصمة الربيع. ولكن بحب أنبهكم انتبهوا أنه حدا يقطف زهرة من هاي الزهرات لأنه في عليها مخالفة مادية كتير كبيرة. وفي عدة أسباب رئيسية لأنكم تزوروا هاي الحديقة غير مهرجان توليب، مثل هذا الشلال الاصطناعي اللي موجود داخل الحديقة، وهي البحيرة الاصطناعية اللي في بداخلها البط والسلاحف، وفي عدة حيوانات بحرية. وإذا كان حظكم حلو ممكن تشوفوا السنجاب. وأكيد موجود ألعاب ومكان مخصص للأطفال فيه ألعاب مجانية للأطفال، وأماكن لا تعد ولا تحصى لالتقاط الصور، وأماكن مخصصة لجلوس العائلات. وداخل هاي الحديقة فيها عدة أشجار نادرة موجودة داخل الحديقة. وأكيد ما رح أنسى أذكركم أنكم تزوروا المطل الزجاجي داخل الحديقة. وأجمل شيء داخل هاي الحديقة الإطلالة المباشرة والساحرة على مضيق البوسفور اللي بتشوفوا منها الجسور المعلقة.